أهلا بيكم معايا، أنا سلوى وده بودكاست نقطة ومن أول السطر. ولسه مكملة معاكم سلسلة حلقات حكايات أعجبتني، وحلقة النهاردة بعنوان شوية ملح وشوية سكر. وخليني على طول ومن غير أي مقدمات أحكي لكم حكاية النهاردة اللي عجبتني. والحكاية بتقول: كان في ولد ملاحظ دايما ان امه في الفترة الاخيرة كل شوية تبعته عند جارتهم يطلب منها حاجات بسيطة. مرة شوية ملح بحجة انها كانت بتطبخ والملح خلص، ومرة تانية ازازة مية بحجة ان المية قطعت عندهم، وهكذا. والولد كان مستغرب جدا من تصرفات امه، لان ببساطة كل الحاجات اللي بتطلبها امه من جارتهم كلها حاجات موجودة في البيت، يبقى بتطلبها ليه؟ حاجة غريبة. فقرر انه في اول مناسبة هتطلب امه منه انه يروح يطلب اي حاجة من جارتهم تاني هيسألها. وفعلا اول ما امه ندهت له قالت له يروح عند جارتهم، قال لها: ليه؟ هو ليه حضرتك بتطلبي الحاجات دي من جارتنا؟ اولا الحاجات دي موجودة في البيت وانتي مش محتاجاها، وثانيا انت حتى لو محتاجاها ممكن تطلبيها ونشتريها. ليه كل شوية نروح نطلب من جارتنا حاجة؟ انا مش فاهم. قربت امه منه وابتسمت وقالت له: انت عارف ان جارتنا جوزها متوفي من فترة، وعندها 3 أولاد بتربيهم لوحدها، وحالتها بسيطة، وهي من وقت للتاني بتيجي تطلب مننا شوية سكر شوية شاي يعني. فعلشان كده أنا كل لما لاقي فرصة بطلب منها حاجات بسيطة في إمكانها إنها توفرها، علشان تحس إن إحنا كمان محتاجين لها، وما تحسش بالحرج لما تيجي وتطلب مننا أي حاجة. وبعدين بقى الحاجات البسيطة اللي بنطلبها من جارتنا وبستخدمها في الأكل، سواء ملح أو توابل، بتخلي طعم الأكل حلو قوي. طب انت فاكر الاسبوع اللي فات لما طلبنا منها ملح واستخدمته في الاكل، انت نفسك قلتلي ان الاكل يومها كان حلو قوي. عارف ده ليه؟ دي بركة جبر الخواطر. فهمت دلوقتي انا ليه كل شوية بطلب من جارتنا حاجات بسيطة؟ فهمت يا امي. وبعدين يا ابني، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق الجميع، وساعات كتير جدا رزقك ده بيبقى فيه نصيب لناس تانية. يعني انت مجرد وسيلة، وكلنا محتاجين لبعض، محتاجين نجبر بخاطر بعض. وعلى قد ما تقدر ساعد الناس من غير ما تتباهى بالمساعدة دي. ساعد الناس من غير ما حد يحس بيك، واجبر خاطر الناس علشان تلاقي اللي يجبر بخاطرك. وهنا بتنتهي حكاية جبر الخواطر. حكاية جميلة جدا. قد ايه جميل اننا نجبر بخاطر حد. الابتسامة في وش الناس جبر خواطر، الكلمة الطيبة جبر خواطر، السؤال عن مريض جبر خواطر، مساعدة الناس من غير تباهي، تخفيف هموم الناس ولو حتى بإنك بس تسمع لهم، عدم التباهي بنعم ربنا سبحانه وتعالى أنعم بيها علينا قصاد ناس محتاجة، إنك تشارك ناس بسيطة أكلهم شربهم، إنك تقبل هدية بسيطة من حد وتحسسه إن الهدية دي شيء كبير قوي عندك وتكون بجد سعيد بيها. كل ده جبر خواطر. وحاجات تانية كتير. لما تجبر بخاطر حد محتاج لك، ربنا هيكرمك، ولما يجي اليوم وتحتاج هتلاقي اللي يجبر بخاطرك. جبر الخواطر هو نوع من أنواع العبادات ناس كتير قوي ما تعرفوش. ياريت كلنا نحاول نمارس العبادة دي ونجبر بخاطر بعض. الحياة هيبقى شكلها حاجة تانية خالص. وانا بقى هجبر بخاطركم ومش هطول عليكم المرة دي. اتمنى ان الحلقة دي تكون عجبتكم، وياريت انتم كمان تجبروا بخاطري وتكتبولي في التعليقات، لاني احب بجد اعرف رأيكم في حلقة النهاردة، وايه مقترحاتكم اللي اكيد هستفيد منها.
وشكرا. ونقطة ومن أول السطر. كنت معاكم أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر.